من مئات السنين البشر استنفدوا الموارد الطبيعية للأرض، واللي خلى المجتمع يقع في فوضى وحروب. فالعلماء اللي كانوا أفضل في العالم أخدوا مهمة إنقاذ ما تبقى من الحضارة، وخلقوا بساتين فاكهة معدلة وراثيا واللي بقت هي مصدر الطاقة الجديد. لكن رغم ده البشر لسه بيحاربوا بعض بسبب اختلافاتهم. علشان كده العلماء ابتكروا عملية التحول. لما كان كل شخص يوصل لسن 16 بيمر بعملية بتغير حياته وبتحولهم لأكتر حاجة ممكنة يوصلوا ليها من كمال. والناس دول بيتسموا بالجمال، ولأنهم مثاليين وسعداء في المدينة فبيتجنبوا الصراع والحروب. إنما الناس اللي لسه ما خضعوش للعملية بيتسموا بالقبيحين، وبيقعدوا في المساكن اللي في المدينة القبيحة. كالي مش قادرة تستنى علشان تبقى جميلة، ودايما بتستخدم تطبيق على المراية علشان تشوف هي هتبقى شكلها عامل ازاي بعد العملية. وده صديقها بيري. أوقات بيطلعوا على الجسر خلال ساعات حظر التجول، وبيستخدموا نظارات خاصة علشان يشوفوا الحفلات الجميلة في المدينة. سي عنده 16 سنة، هيوصل ليهم في خلال 3 شهور، لكن بيري أكبر منه وهيخضع للعملية بكرة. وفي يوم من الأيام أثناء اجتماع الجمعية سمعوا الطلاب التانيين بيتكلموا عن الدخان في مكان بعيد عن المدينة، وقالوا إن في شخص اسمه ديفيد وناس كتير هربوا من المدينة. لكن أغلب الطلاب مش مصدقين الكلام ده. في اللحظة دي ظهرت صورة ثلاثية الأبعاد لحاكم الولاية، وهو بيلقي خطاب عن أهمية إنك تبقى جميل ومثالي. وبعد كده اللي وصلوا لسن 16 بيبتدوا يجهزوا للعملية، وكالي بتودع بيري وبتطلب منه يقابلها في الجسر بعد شهر. بالليل كانت كالي بتتفرج على الألعاب النارية فوق المدينة، وافتكرت اليوم اللي قابلت فيه بيري. وقتها كان والديها وصلوها للمساكن، وبيري كان وراها في الصف، وابتدوا يتبادلوا الألقاب وبقوا أصدقاء مقربين بسرعة جدا. وفي يوم من الأيام بيري جرح إيده من غير قصد لما أخد قرص من كالي، فحصلت على نفس الندبة، ووعدوا إنهم هيظلوا أصدقاء للأبد. مرت الأيام وكالي التزمت بروتينها في إنها تروح للفصل، وكانت دايما بتتأكد من نفسها في المراية. تير كانت بتشيك على نفسها في الحلقة اللي على المراية، لكن ما كانش فيه رسائل من بيري بعد شهر. كالي استخدمت الخاتم بتاعها علشان تكسر الشباك وتخليه وراها علشان فيه جهاز تتبع، وخرجت تتسلل للمدينة. وصلت للجسر لكن بيري ما كانش موجود، فبدأت تتسلق الجسر وتروح للمدينة. وقعت من الجسر. بعد كده هربت كالي من المدينة ومعاها زميلتها شاي اللي ساعدتها. كانوا بيطيروا على الواحد طايرة، والطائرة اللي كانت بتتبعهم فشلت في اللحاق بيهم، ونجحوا في الهروب عن طريق لفات مجنونة في الغابة. بعدين كالي سرقت شوية وجبات خفيفة من المطبخ، وكانوا بيتكلموا عن تجاربهم وازاي بيفكروا في أصدقائهم اللي هيوصلوا سن 16 قريب. كالي قرأت الكتاب وبدأت تحلم بالعملية، لكن شيء ما كانتش مهتمة بيها قوي. في النهاية اتعلمت كالي طيران للواحد طايرة بشكل كويس، وفي يوم من الأيام كانوا طايرين في الجبال واستمتعوا مع بعض. بعدها كالي قالت لشي إنها تتمنى تزور الطبيعة الجميلة اللي سمعت عنها، وشي قالت لها إنه مش هيكون سيء لو ما عملتش العملية. لكن كالي فكرت إنها مجنونة، وقالت إنها عايزة تبقى جميلة مش حرة. في اللحظة دي شي قالت لها عن مكان الدخان واخدتها للمكان ده. كانوا بيسيبوا حلقاتهم على الفروع، وبعد كده عبروا الحدود في اللي الواحد طايرة. في النهاية وصلوا لمدينة قديمة، وشي قالت لها عن الماضي. بعدين شي أخدت كالي لمبنى مهدم وقالت لها ان الدخان حقيقي وديفيد قرب يوصل. شي قررت ترفض العملية وعايزة تسيب المكان. شي بتديها توجيهات علشان توصل للدخان، في حالة تالي غيرت رأيها واحتضنتها قبل ما تروح على لوحها الطاير، بعد ما ديفيد يدي إشارة حريق في مبنى تاني. وفي اليوم اللي بعده بيكون عيد ميلاد تالي، فبتروح العيادة علشان تعمل الجراحة، ومع ذلك بتتصل بكل الناس ما عداها. وبعدين الحارس بياخدها لغرفة التحكم الجوي علشان تشوف الدكتور كيبل اللي بيقول لها ان شي مفقودة، وقالت انها مش عارفة حاجة. لكن كيبل شاف العلامات الحيوية على الشاشة واللي بتدل على انها بتكذب. قال لها كيبل ان شي مفقودة وفي خطر علشان ديفيد غسل دماغها، ومعروف عنه انه بيحتجز الناس ضد ارادتها. لما تالي اصرت انها مش عارفة حاجة، كيبل بعتها على مسكنها من غير ما يعمل لها الجراحة. وفي نفس الليلة تالي سمعت صوت غريب واتفاجئت لما لقت بيري ظهر عند الشباك. شرحت له اللي حصل، وبيرس شايفه ان لازم تقول لكيبل اللي تعرفه علشان يقدروا يكونوا مع بعض في النهاية. وفي اليوم اللي بعده تالي اتاخدت تاني علشان تشوف كيبل اللي قال لها ان ديفيد بيطور سلاح علشان يهاجم المدينة، وعشان كده فهي محتاجة تساعد في التسلل للدخان. وافقت وقالت انها هتساعد، وكيبل وعدها انها لو نجحت
هيعمل لها الجراحة. كمان اداها قلادة بتنور في عينيها ولازم تنشطها لما تلاقي مكان السلاح. تالي اتبعت تعليمات شي وركبت اللوح بتاع التحليق وطارت لعدة أميال. في الآخر لقت فجوة وسقطت في الغابة، لكن اتقبض عليها من خلال مجال القوة اللي هناك لحد ما لقت مسارات قطار مهجورة لازم تمشي عليها علشان توصل للدخان. تالي عاشت كمان في المية زي ما قرت في الكتاب وتعجبت من الطبيعة، وطلعت جبل في نص المسار لقت فجوة كبيرة في مسارات القطر وركبت لوح التحليق تاني ونطت نطة كبيرة، وعلشان ما تقعش جري اللوح وبدأت تسقط بسرعة، لكن قبل ما تقع في الأرض اللوح اشتغل تاني ونجحت في الوصول للجانب التاني. وما زالت تالي مستنية في حقل الزهور زي ما قالت التعليمات. وفي نفس الوقت كيبل جاب بيري لمكتبه وقال له انه راح المسكن بتاعها في الليلة اللي فاتت علشان هي طلبت منه. بيري اعترف انه حس براحة بعد ما عمل كده، وبعدين اعلن كيبل ان في ناس مختارة لعمل عملية جراحية لتحسيناتهم الجسدية. بيري وافق وراح للجراحة. وفي الليلة دي تالي فاقت وهي بتعطس بسبب الدخان واكتشفت ان الساحة بتحترق ومش عارفة تعمل ايه، لكن فجأة شخص غامض اخدها بعيد، وكان ديفيد اللي بدأ يفحصها هو واغراضها علشان يدور على اجهزة تعقب. لقى جهاز داخل لوح التحليق وشاله، لكن الماسح الضوئي ما استجابش للقلادة. في نفس الوقت رجالة كيبل وصل لهم تنبيه عن ازالة جهاز التعقب وبعتوا ناس علشان يدوروا في المنطقة. وفي النهار ديفيد وتالي وصلوا لموقع دخان، ومن هنا تالي قابلت شي اللي كانت مبسوطة جدا ان هم شافوا بعض. كروي كان شاكك انهم بيخيموا بالليل وسألت شي عن العقد، فاتظاهرت تالي انه هدية من بيري. اتفاجئت تالي من فرحة شي لما شافت العقد وقالت ان تالي المفروض تقنعها بالرجوع للدخان، فحصلت خناقة واتفقوا انهم يدوا الدخان فرصة. في اليوم التاني عرفت تالي ان دخان ستارز بيحرق عمدا بساتين الفاكهة عشان هي سامة وبتدمر اي مكان بتتزرع فيه، لكن ديفيد وضح ان ده كذب حكومي وان الزهور دي بتحول الكوكب لارض قاحلة. شي وعدتها انهم عندهم طيارة قديمة صلحوها بألواح شمسية وراحوا رحلة. في الوقت ده تالي قدرت تشوف المنطقة اللي كانت بتنمو فيها بساتين الفاكهة واللي اتضح انها صحراء باستخدام قاذف اللهب. شي حرقت اكبر عدد ممكن من بساتين الفاكهة، وفي نفس اللحظة جهاز تالي اكتشف شخص جاي، وديفيد نزل طيارة علشان يستخبوا في الدخان. لما الطيارة كانت بتفقد ارتفاعها تالي لقت شي بين النيران، ولحسن الحظ لقيتها لما حاول احد الكشافة يقرب. تالي رمت حقيبة مشتعلة عليه واللي خلى الطيارة تطير بعيد. بعد ما الطيارة طارت بعيد المجموعة هبطت في مكان آمن. كروي أشار إنهم كانوا هيطلقوا لو ما كانت تالي ساعدتهم، لكن شي دفعت عنها وقالت إن تالي كانت بتحاول تساعدهم من البداية. وديفيد حس إن أي شخص يخاطر بحياته علشان يساعد في حاجة زي كده يستاهل فرصة جديدة. المجموعة خيمت في الليل، لكن تالي ما قدرتش تنام بسبب أفكارها عن كيبل. كانت حاسة إنه بيستغل المتمردين وبيلعبهم. وبعد ما ارتاحت شوية قررت تروح تشوف ديفيد ولقيته بيستحمى في النهر. اتحرجت ورجعت بسرعة علشان تخفي احساسها ده. في اليوم اللي بعده تم ربط عينين تالي واخدوها اخيرا على الدخان، مكان جديد مليان حياة. تالي كانت شاكة ان العيشة هنا اصعب من الحياة في المدينة، لكنها اعترفت ان الاكل هنا ألذ بكتير لانهم بيزرعوه بنفسهم. كمان الناس في الدخان بيشتغلوا مع بعض من غير فلوس، وكل حاجة بيشاركوا فيها او بيتبادلوا الادوات اللي بتتصنع من مسارات القطارات القديمة، لكنهم ما بيصنعوا أسلحة لأنهم مش قادرين على تكلفتها. وفي يوم من الأيام تالي لقت باب غريب وكانت حابة تشوف إيه جواه، لكن كروي مسكها وقال لها تبعد. بعد كده بدأت تالي تساعد في بناء الأدوات للمسارات، ودقت أكل حار لأول مرة، وشاركت في رقصات حوالين النار. وبعد فترة ديفيد علمها إزاي تستخدم قوس الصيد وكانوا بيستمتعوا مع بعض. تالي حاولت كذا مرة لحد ما وصلت للهدف اللي كانوا بيتمرنوا عليه. وفي طريق عودتهم ديفيد قال لها انه ما شافش المدينة ابدا لانه اتولد في البرية ونشأ فيها مع عيلته. تالي كانت مصدومة من كلامه لانها بالكاد تعرف عن والديها. وبعد كده ديفيد اداها جوانتي، وفي اللحظة دي واحد من اعضاء الدخان رجع من منطقة الاوركيد المحترقة وقال ان الكشافة لسه موجودين. كان عنده جرح، واضح ان الكشافة كانوا اسرع واقوى من المعتاد. بعد كده لاحظت شي ان تالي لابسة الجوانتي واشارت ان دي حاجة مهمة علشان الحاجات هناك ليها قيمة مختلفة. ديفيد هو اللي عمل الحاجات دي، فلو هو اداها لها ده معناها انه بيحبها. شي قالت لتالي انها لازم تاخد قرارها وتوقف تلعب بيها. في المرة الجاية اللي هتخرج فيها تالي مع ديفيد قالت انها سمعت اشاعات عن سلاح هيدمر المدينة، فديفيد اخدها لبيت بعيد عن المخيم، وهناك قابلت والدين ديفيد
أوز ومادي اللي كانوا بيحرسوا الكتب كلها واللي كانوا جراحين تجميل. الحكومة كانت شاكة في شوية تجارب وبدأت تتحقق، واتضح إن التغيرات الجسدية كانت مجرد ستار علشان يخفوا الحقيقة، إن الناس كانت بتتعرض لتغيير في دماغهم علشان يبقوا أغبياء وبطيئين تحت إحساس كاذب بالسعادة علشان الدولة تقدر تتحكم فيهم بسهولة. العملية دي كانت مسببة لموت ناس كتير، وكل ده اتخفى لما كيبل اكتشف إن أوز ومادي عرفوا الحقيقة فسرقوا كل أبحاثهم. الناس اللي كانوا بيشتغلوا مع الدولة زي الأطباء كان عندهم علاج علشان يقدروا يفكروا بوضوح أثناء شغلهم، فاختار والدي ديفيد يهربوا من المدينة ويكبروا طبيعي في الغابة. كانوا بيدوروا على طريقة علشان يعيدوا إنشاء العلاج، بس كان في مكون صناعي مش موجود عندهم، فكان عندهم مصل أساسي وده كان السلاح اللي ممكن يدمر المدينة. بعد الاجتماع رمت تالي قلادتها في النار وقررت تبقى مع الدخان. حاولت تقول لديفيد إنها عملت حاجة فظيعة لكنه ما كانش مهتم لأنه شايف إنها بقت شخص جديد. وبعد كده تقاسموا قبلة جنب النار والقلادة والشرار. وفي النهار وصلت طيارات المدينة للدخان والنار كانت مفتوحة وبدأوا الكشافة يطاردوا الناس، لكن الكشافة وقعوا في الفخاخ زي الشبك والأخشاب، ومع ذلك كانوا سريعين وقويين جدا، فالفخاخ ما كانتش كفاية علشان توقفهم، والسرعان ما وقعوا أثروا كل المتمردين في طريقهم بما فيهم شيء. كالي قدرت تلاقي ملجأ، وتالي قابلت ديفيد اللي كان عايز يخرج يساعدهم لكنها منعتهم لأنهم أقوى منه. اتسللوا هما الاتنين علشان يلاقوا مكان السجناء، وصدمت تالي لما اكتشفت ان بيز بقى كشاف. أوز ومادي اتقبض عليهم في نفس الوقت اللي وصل فيه كيبل، وطلب منهم يقولوا مكان ديفيد. رفضوا يتكلموا، فأمر كيبل بيري بقتل أوز. جري ديفيد وتالي علشان يمنعوا ده، لكن كان خلاص فات الأوان. بعد كده كيبل قال للجميع ان تالي كانت بتشتغل معاه، ودلوقتي أعضاء الدخان بقوا يكرهوا تالي. بينما الجميع مشتتين، مادي خبط المصل في جيب ديفيد، وكيبل أعلن إنهم كلهم هيخضعوا للجراحة. جريت تالي على كوخ الإمدادات وولعت فيه ومسكت قوس وهربت من الشباك. الكشافة جريوا وراها، لكن الحريق عمل انفجار وراحت الكشافة، وده سمح لديفيد إنه يهرب، وكان الكشافة جايين وراه، لكن تالي وقفته بسهم. بيري كان عايز ينضم للمطاردة، لكن كيبل قال انهم هيمشوا. دمروا بعض الكشافة. ماتي وديفيد بدأوا يدوروا ويولعوا نار في المنطقة، والتانيين دفعوا السجناء للطيارة. بعد ما راحوا جمع ديفيد الامدادات القليلة اللي لقاها علشان مهمة الانقاذ، وتالي حاولت تقرب منه لكنه هاجمها بسكينة، وكان على وشك انه يأذيها لكنه ما قدرش. قالت له انها عايزة تساعده في انقاذ الباقيين. هو أشار إنه مش واثق فيها، فقالت له إنها محتاجة ليه لأنه مفيش عنده فكرة عن المدينة. وبعد كده في المدينة تالي قربت من طالب كان قرأ كتاب شاي وقدمت له علشان يثبت لديفيد إنه منهم والدخان حقيقي، وطلب منهم يجمعوا عدد كبير من الأطفال لعمل تشتيت. وقريب كتبت مجموعة من المراهقين إن الدخان عايش في السماء باستخدام ألواحهم الطايرة. في الوقت نفسه كان ديفيد وتالي مستنيين الطيارة تطلع، ودخلوا باستخدام ألواح التحليق، عبروا من خلال نفق الطيارة وهبطوا بأمان بفضل سترات البنجي. وبدأ ديفيد يتخانق معاه، اتبادلوا شوية ضربات، لكن في الآخر ديفيد غلبه وأيده على الحيطة، وأخد خاتم تالي وراحت قفلت الباب وهو في حالة إنذار. لقوا الزنزانة واستخدموا الخاتم علشان يحرروا الناس. تالي اكتشفت إن شاي مش موجودة، وكشف كروي إنها خضعت للجراحة، وهربوا معظم المجموعة، وديفيد وتالي راحوا علشان يدوروا على شاي، لكن لما وصلوا للمختبر كان خلاص فات الأوان. شاي كانت جميلة وتالي اعتذرت، لكن شاي أقسمت إنها كانت بتحب ده. في اللحظة دي وصل كيبل وبيري وأجبروا شاي تدخل المكنة علشان يجروا الجراحة. بدأت العملية، ولكن قبل ما الإبر تقطع ظهرت طيارة الدخان، وكروي بدأ يطلق النار على كيبل بقذف اللهب بتاعه، واضطر بيري يهرب والآلات اتدمرت وفشل النظام والعملية وقفت. طلعوا بره وأخدت تالي شاي، وفي نفس الوقت مادي أخدت المكون اللي كانت محتاجاه من الخزنة، وجريوا للمجموعة على السطح ولقوا بيور. حاولت تالي توريه السبب باستخدام ألقابهم، وأشارت إن في حتة إزاز واللي هي بتحملها معاه، لكنه مسك وش تالي برفق وفكر ديفيد إن ده هجوم واستمر في ضربه، لكن قبل ما يقدر يقتله استخدمت تالي لوح طاير بسرعة وخلت بي يسقط من الحافة، لكن أمسك بيها لثانية وقال لقبها قبل ما يقع في الشلال.
وبعد كده هربت المجموعة على ألواح طايرة، وشافوا المراهقين التانيين بيعملوا تصادم للطيارات في السماء واستخبوا في المدينة المهجورة. ميدي أخدت المصل من جيب ديفيد علشان تكمل خلط العلاج، لكن مش متأكدة إذا كان هينجح أو هيسيب آثار جانبية على الدماغ. مش عايزة تاخده، لكن شي رفضت فرضه على حد، عشان كده تطوعت تالي إنها تكون موضع الاختبار، وسلمت نفسها علشان يسمحوا لهم يعملوا الجراحة، ووعدت إنها هتحتفظ بعلامة علشان يعرفوا لو نجح العلاج. وبعد الفحص النهائي وداعا هربت المجموعة، بينما سمحت تالي للكشافة إنهم يقبضوا عليها. وبعد فترة تالي بقت الفتاة المثالية في شقة فخمة جدا، وقالت إنها بتحب تبقى كده، لكن الندبة على إيديها كشفت إنها لسه هي وبتكذب كجاسوسة. وبتنتهي قصتنا هنا. سلام.